السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم فيديو جديد من قناة تريندي كروشيه. النهاردة إن شاء الله هننفذ الموديل القمر ده. فستان كده للأطفال كيوت جدا وسهل جدا ومفيهوش أي حاجة. غرزته في قمة البساطة والسهولة. إن شاء الله النهاردة أنا هستخدم خيط أليز كتم أليز بيبي سوري. وهستخدم معاه إبرة مقاس 4.5. تقدري تستخدمي إبرة مقاس 4 أو 5 اللي موجودة عندك، مفيش فيها أي مشكلة. زي ما انتوا شايفين كده تفاصيل الفستان حلوة قوي. تفاصيله حلوة قوي، مناسب طبعا لبين الفصول اللي احنا فيه دلوقتي. كمان ممكن يتلبس في الشتاء عادي. مفيش فيه اي مشكلة. يلا كده بينا نبدأ ونقول بسم الله. وقبل ما نبدأ طبعا لو لسه ما اشتركتوش في القناة ياريت نعمل سبسكرايب او اشتراك ونفعل الجرس على الكل علشان يوصلنا اشعارات بكل فيديوهات تريندي كروشيه اللي جاية. يلا بينا نبدأ. هبدأ الفستان بتاعي من الجزئية دي اللي هو أول سطر تحت الأستك على طول. الأستك ده أنا هعمله اللي هو القمر هعمله في الآخر خالص، يعني أنا هعمل السكيرت أو الجيب لوحدها، وهبدأ من أول سطر من هنا. ده هيبقى أول سطر عندي اللي هأسس عليه باقي الشيب بتاعتي، وبعد كده هغلفها بقى بالأستك ده اللي هو أستك القمر. وهكون عاملة المربع ده قبل كده، هحط لكم اللينك، لينك المربع او لينك الفيديو اللي عملنا فيه المربع ده بالتفصيل في صندوق الوصف، تقدروا ترجعوا له في اي وقت وهتعملوه. فانا النهارده هنفذ السكيرت، وكمان هنشبكها بالمربع اللي عاملينه قبل كده، وهنعمل لها الحملتين دول. كده عقدة البداية بتاعتنا، وزي ما قلت لكم انا هبدأ بالسطر اللي تحت الاستك على طول، تحت القمر على طول. فهبدأ بقى بالدوران اللي انا محتاجاه، الدوران اللي انا محتاجاه خلاص اللي هي المنطقة دي. يعني انا هبدأ من هنا، فانا هنا لازم يبقى السكيرت من هنا مظبوطة تمام علشان ما تضايقش الطفلة. هبدأ بقى اعمل سلاسل لحد ما اوصل للدوران اللي انا محتاجاه. انا كده وصلت لدوران السكيرت اللي انا عاوزاها. دلوقتي هعمل ايه؟ هجيب بقى الطرفين على بعض، الطرف اللي قدام اللي هو اخر حاجة انا عملتها واول غرزة انا بدأت بيها اللي هي عقدة البداية، وهظبط طبعا الاول معايا السلاسل، يعني اخلي شريط السلاسل كله كده ناحية واحدة، مش يبقى لافف مني كده من ناحية والسلاسل مش مظبوطة، لا اظبطه كده كله. وبعد كده اجيب بقى اول غرزة او عقدة البداية وادخل فيها كده، وهعمل غرزة منزلقة. هلف لفة على الإبرة وهطلعها منهم الاتنين تمام. ده خيط هنضفه دلوقتي وانا ماشية وشغالة. دلوقتي هعمل ايه؟ هطلع بثلاث سلاسل ارتفاع اللي هم هيبقوا ارتفاع العمود اللي انا هبقى ماشية بيه، لان انا هشتغل غرزة عمود عادية، عمود بلفة ارتفاعه دايما بيبقى 3 سلاسل تمام. هعتبره اول عمود فوق السلسلة دي، هدخل في السلسلة اللي بعدها على طول وهبدأ اعمل عمود بلفة. في السلسلة اللي بعدها برضو هعمل عمود بلفة، بدخل جوه السلسلة كده، بلف لفة على الإبرة وبدخل جوه السلسلة وبلف لفة تانية على الإبرة وبطلعها. بيبقى معايا 3 حلقات، بلف لفة واطلعها من 2 ولفة واطلعها من 2. هفضل ماشية بقى في كل سلسلة كده عمود اهو. مفيش اي يعني حاجة صعبة، ده عمود بلفة جد يعني سهل جدا، اللي هو العمود العادي اللي اي حد مبتدئ عارفه. هنفضل ماشيين كده في كل سلسلة هنعمل فيها عمود بلفة. العمود بلفة للي ما يعرفوهوش، بنلف لفة على الإبرة، بندخل في السلسلة أو في الغرزة اللي قدامنا ونلف لفة على الإبرة ونطلعها منها. معايا كده 3 حلقات على الإبرة، لفة ونطلعها من حلقتين ولفة ونطلعها من حلقتين. هنفضل ماشيين في كل سلسلة عمود بلفة لحد نهاية السطر، وهرجع لكم تاني علشان نشوف هنقفل السطر ازاي وهنطلع السطر اللي بعده ازاي. قبل نهاية السطر كده بكام غرزة هعدل كده السكيرت بتاعتي علشان ما يبقاش الشغل لافف كده وانا مش واخدة بالي، واجي اخر غرزة اكتشف ان انا هقفل ازاي لتحت، ان السطر ده كان لتحت وده، يعني انا مش عايزة الشغل يبقى لافف منك. عشان كده بقولك قبل اخر كام غرزة كده اظبطي السكيرت بتاعتك كده، اظبطي شغلك علشان تعرفي اتجاه الكام غرزة اللي باقيين انتي مظبوطة فيهم، ماشية مظبوط
الخيط ولا الشريط اللي عملتيه من غرز السلسلة لف منك في النص، علشان لو لفت الحقي يعني تتدارك الموقف وتلاقي له حل قبل ما توصلي لاخر غرزة. خلاص انا كده وصلت لاخر غرزة في السطر. هقفل هنا فين؟ في الغرزة رقم 3 من سلاسل الارتفاع اللي بدأت بيها، 1 2 3 في السلسلة الثالثة. هلف لفة على الإبرة واطلعها منها واطلعها من على اللفة اللي على الإبرة بغرزة منزلقة. كده خلاص أنا خلصت أول سطر في السكيرت بتاعتي. تاني سطر هيبقى عبارة عن إيه؟ هرتفع 3 سلاسل ارتفاع، وفي نفس المكان اللي طالع منه سلاسل الارتفاع هعمل 2 عمود كمان، 2 عمود بلفة عاديين جدا. هيبقى المجموع بالنسبة لي 3 عمود. ال3 سلسلة ارتفاع هنعتبرهم عمود، والعمودين اللي عملناهم يبقى كده 3. طيب بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده هتخطى عمودين مش هشتغلهم، ادي 1 2. هاجي في العمود الثالث اهو، ادي 1 2 في العمود الثالث، هدخل تحت حرف الفي كله وهبدأ اعمل 3 عمود. 1 2 3. هتخطى عمودين مش هشتغلهم، وتحت حرف الفي بتاع العمود الثالث هدخل تحتها كلها كده وهعمل 3 عمود بلفة. تعالوا نراجع العمود بلفة برضو علشان الناس اللي مش عارفة يعني ايه عمود بلفة. بنلف لفة كده على الإبرة، بندخل في الغرزة ونلف لفة كمان على الإبرة ونطلعها من الغرزة. هتلاقي معاكي 3 حلقات، لفة على الإبرة وبنطلعهم من حلقتين، ولفة وبنطلعها من حلقتين. ده العمود بلفة. هنفضل ماشيين بقى السطر ده كله، هنتخطى غرزتين وفي التالتة هندخل كده تحتها وهنعمل 3 عمود بلفة لحد نهاية السطر، وبعدين هنشوف هنقفل السطر ازاي وهنطلع السطر الثالث ازاي. المفروض ان احنا بعد ما نعمل ال3 عمود في الغرزة الاخيرة دي يبقى باقي سلسلتين، وبعدين ال3 عمدان اللي بدأنا بيهم او ال3 سلاسل اللي بدأنا بيهم. خلاص طيب انا دلوقتي باقي عندي 1 2 3. خلاص ما فيش مشكلة خالص، هتتخطيهم ال3 وهتخشي في 3 سلسلة اهو من سلاسل الارتفاع من فوق، 1 2 3، وهنقفل بمنزلقة. يا اما لو عاوزة توسعي السكيرت شوية من المنطقة دي عادي برضو عندك اوبشن تاني. انا عندي 3 سلاسل زي ما قلت، او 3 غرز. هروح جايه في هتخطى واحدة بس، واروح جاية عاملة 3 عمود في الغرزة التانية، يعني مش هتخطى 2، هتخطى واحدة بس، وهسيب كمان واحدة بينهم وبين اللي بعدهم، وهدخل في برضو 3 سلسلة من سلاسل الارتفاع من فوق وهقفل. يعني لو انت عاوزة تحسي ان السكيرت بتاعتك اوسع شويه، خلاص حطي المجموعه دي كمان ومفيش اي مشكله. خلاص هتعملي فراغ عباره عن سلسله واحده قبلها وسلسله واحده بعدها. ولو عاوزه تتخطي ال3 سلاسل على طول، او اقصد ال3 غرز على طول، وتدخلي على طول على اللي بعده، مفيش اي مشاكل، وتقفلي السطر. هي في كل الاحوال فرقها بسيط جدا. طيب دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ دلوقتي هيبقى كل شغلنا بقى في الفراغات. خلاص السطر ده بقى هيبقى ده السطر التكرار اللي هو يعني كل السكيرت هتبقى نفس الشغل. طيب انا عايزه اوصل للفراغ اللي هشتغل فيه ده، هعمل ايه؟ هدخل كده تحت ال3 غرز اللي هيقابلوني وهعمل منزلقات. غرزة المنزلقة هعيدها، غرزة المنزلقة بدخل تحت الغرزة كده، وبعدين بلف لفة على الإبرة وبطلعها من الحلقة اللي على الإبرة. غرزة المنزلقة الميزة فيها انها هتخليكي توصلي للفراغ من غير ما تغيري شكل السكيرت او تعملي اي غرز. بصي كأنك قافلة السطر بتاعك هنا. هنرتفع ب3 سلسلة اللي هم هنعتبرهم اول عمود في الفراغ، وهنعمل كمان عمودين، وخلاص بقى احنا هنعمل في كل فراغ 3 عمود، وهنتخطى اللي بعده اللي هم ال3 عمدان اللي بعدهم، وهندخل على الفراغ اللي بعده على طول هنعمل فيه 3 عمود، وهنفضل ماشيين بقى في كل فراغ هنعمل 3 عمود ولحد ما نوصل لنهاية السطر. مفيش بقى جديد اهو، 3 عمود في كل فراغ. بنشتغل في الفراغات بس يا جماعة، ملناش دعوة بال3 عمود اللي تحت. احنا بندخل في الفراغ على طول اللي بعدهم وبنروح جايين عاملين فيه ال3 عمود بتاعنا. غرزة بسيطة جدا ما فيهاش اي حاجة. بصوا ده هيبقى شكلها.
انا هفضل شغالة بقى لنهاية السطر وهرجع لكم هنا علشان نقفل السطر ونشوف هيبقى فيه تكرار او هيبقى فيه جديد. يلا نشوف. وصلت معاكم لنهاية السطر اهو، وفي نفس المكان هنقفل في السلسلة رقم 3 من فوق من سلاسل الارتفاع 1 2 3. هنقفل برضو بمنزلقة اهو. خلاص بقى اللي جاي كله زي ما قلت لكم تكرار، مفيش فيه اي جديد. خلاص هنعدي كده ب3 منزلقات لحد ما نوصل للفراغ. زي ما قلنا كل شغلنا في الفراغ، فانا كده اهو وصلت للفراغ بتاعي. هبدأ اطلع بقى بال3 سلاسل الارتفاع اللي هعتبرهم اول عمود، وهعمل معاه عمودين كمان في الفراغ، وهفضل ماشية 3 عمود في كل فراغ لحد ما اوصل لطول السكيرت اللي انا محتاجاها، وهرجع لكم تاني. زي ما قلت لكم انا فضلت ماشيه لحد ما وصلت لطول السكيرت اللي انا عايزاها. السكيرت دي معموله لطفله عندها سنه، فانا عاوزاها قصيره شويه. انا عاوزاها طولها 25 سنتي كلها من اول الاستك لحد تحت 25 سنتي. فضلت اعمل كده لحد ما وصلت ل 15 سنتي بالظبط، وهبدا اعمل في اخر سطر من تحت، وبعدين ال10 سنتي اللي باقيين هعملهم من فوق الاستك للسكيرت او استك القمر. هنبدأ نعمل الكورنيش او اخر سطر في السكيرت. انا بس حابة ابروزها كده بغرز فستون كده في الاخر. فهنعمل ايه؟ اول حاجة هرتفع 1 2 3 3 سلاسل. بعد كده هدخل في نفس المكان اهو، في نفس المكان اللي ارتفعت بال3 سلاسل منه، وهبدأ اعمل 4 عمود بلفة مع ال3 سلاسل الارتفاع اللي اعتبرناهم اول عمود. يعني هيبقى معانا 5 عمود. تمام، 1 2 3 4. هنعمل كمان الخامس. عملت كده 5 في الفراغ ده. في الفراغ اللي هو بعد الغرزة اللي انا عملتها على طول هعمل غرزة منزلقة، وبعد كده هلف لفة على الابرة، وهدخل في الغرزة اللي في النص على طول اهي من ال3 عمود اللي انا عاملاهم. هدخل في الغرزة اللي في النص تحت حرف الفي كله، وهعمل 5 عمود بلفة. 1 2 3 4 5. وفي الفراغ هعمل منزلق، وهفضل ماشية في الغرزة اللي في النص فوق العمود اللي في النص على طول. هعمل 5 عمود بلفة، وفي الفراغ اللي بعده هدخل كده فيه وهعمل غرزة منزلقة علشان يدي شكل الفستون اللي في الاخر ده. هخلص السطر كله وهرجع لكم هنا. وصلت معاكم لنهاية السطر، واخر غرزة فيه كانت في العمود اللي في النص اهو فوق حرف الفي كله تحت حرف الفي كله اقصد. عملت 5 عمود بلفة. هقفل السطر فين وهنهي خلاص الكورنيش او سطر غرز الفستون اللي احنا عملناها فين؟ في الغرزة اهي اللي تحت ال3 سلاسل الارتفاع اللي ارتفعنا بيهم اول فستونة واللي اعتبرناهم اول عمود. هدخل كده فيها وهعمل غرزة منزلقة. هطلع بسلسلة وهقطع الخيط هنا، وخلاص كده انا هبقى خلصت السكيرت بتاعتي من تحت، وده هيبقى شكلها من تحت. شكلها حلو قوي. الغرزة مديالها كده كأنه كورنيش رفيع كده. هبدأ دلوقتي في استك القمر. بعد ما اقطع الخيط بتاعي وانضفه هبدأ اعمل في استك القمر اللي هيبقى عريض من فوق. يعني انا هعمل استك تقريبا 10 سنتي او 9 سنتي، هعملهم كلهم من فوق. يلا بينا نبدأ في القمر. هجيب الخيط بتاعي وهبدأ بقى اعمل فيه استك القمر. انا كنت بادئه السكيرت من هنا، شايفين اهي قدامك حاجة من اتنين. يا اما هتجيبي طرف الخيط دوت كده وهتعملي عقدة هنا وهتربطي الخيطين ببعض وهتكملي بنفس الخيط اللي انت بدأتي بيه، يا اما هتيجي من قبلها بغرزة كده توصلي الخيط التاني الجديد اهو. هتعملي زي حلقة كده بالخيط وهتشديها وهتعملي سلسلة بطرفين الخيط، وبعد كده هتسيبي الطرف دوت علشان ننضفه، وهتربطيه في الخيط دوت كده وهتنضفيهم هما الاتنين او هتشتغلي عليهم عادي. خلاص هتبدأي كده تعملي ادي سلسلة عملناها، التانية التالتة عملت 3 سلاسل. بعد كده هتمشي بقى في كل يعني بصوا العمود ده
والعمود اللي جنبه هناخدهم الاتنين في غرزة واحدة كده، وهنعمل غرزة عمود امامي. احنا هنعمل الاستك بغرزة العمود الامامي والعمود الخلفي، او البريد الامامي والبريد الخلفي. وقبل ما ابدأ الاستك بتاعي هثبت كده الخيوط بتاعتي دي، وهعمل عقدة كده تربط الخيطين ببعض، علشان لما اجي انضفهم يبقوا ماسكين في بعض كده، ويبقى تنظيفهم سهل. تحت الغرز هشتغل عليهم هما الاتنين، هشتغل على طرفين الخيط دول علشان ما يبانوش خالص. هعمل ايه دلوقتي؟ هاخدهم معايا كده تحت الشغل من ورا، وهبدأ زي ما قلتلكوا اعمل كده. هبدأ بعمود امامي اهو، هدخل من قبل العمودين وهطلع من بعدهم اهو، هخلي الاتنين عمود قدامي تمام، وهروح جايه لفه لفه على الابره وشغاله كاني شغاله عمود عادي خالص، لفه على الابره وبطلعها من حلقتين، ولفه على الابره وبطلعها من حلقه. طيب العمود الخلفي لا، هعمله عمود واحد بس، يعني انا هنقص بس غرزتين وانا بعمل عمود امامي. طب العمود الخلفي او البريد الخلفي بنعمله ازاي؟ بندخل من ورا لقدام وبعدين اهو العمود اهو، بندخل بالابره من ورا لقدام قبل العمود، وبندخل من بعد العمود لورا تمام. وهروح جايه لفه لفه على الابره ومطلعاها، هيبقى معايا 3 لفات على الابره، هلف لفه واطلعها من حلقتين، والف لفه واطلعها من حلقتين. البريد الامامي هنعمل فيه تناقص، بمعنى ان احنا هنشتغل غرزتين في غرزه، يعني مش هدخل على عمود واحد كده من ورا عمود واحد كده وهشتغل، لا، هاخد عمودين معايا كانهم عمود، هشتغلهم هما الاتنين كانهم عمود امامي. هدخل من قدام لورا وهطلع تاني من ورا لقدام، وهخلي العمودين او العمود قدامي، انا بس بعمل تناقص فخدت عمودين مع بعض. هلف لفه على الابره، هيبقى معايا 3 حلقات، لفه هطلعها من حلقتين ولفه هطلعها من حلقتين. دي طريقه العمود الامامي. وطريقه العمود الخلفي قلتها. هفضل ماشيه بقى العمود الامامي هعمل فيه تناقص، هنقص غرزتين هعملهم في غرزه واحده، والعمود الخلفي هعمله عمود خلفي عادي خالص مش هعمل فيه تناقص. الامامي هاخد غرزتين اعملهم غرزه واحده فوق، وهاخد غرزه واحده من العمود اعمل عمود خلفي، وهفضل ماشية كده لنهاية السطر. انا كده بعمل تناقص، مرة غرزة بعمل تناقص وغرزة ما بعملش، يعني غرزة باخد غرزتين في غرزة، وغرزة ما بعملش فيها اي تناقص بعمل فيها غرزة عادية. هفضل ماشية كده لنهاية السطر، وهرجع لكم تاني علشان نشوف هنعمل السطر الجديد ازاي. خلصت السطر اهو، عملت اخر غرزتين في عمود امامي. بعد كده عندي سلاسل الارتفاع اللي انا طلعت بيها واعتبرتها اول عمود فوق العمود اللي تحت. هقفل فين السطر؟ 1 2 في السلسلة التالتة هعمل غرزة منزلقة. طبعا انا كده خلاص مش هعمل تناقص تاني، يعني هطلع فوق كل عمود امامي هعمل عمود امامي، وفوق كل عمود خلفي هعمل عمود خلفي. ولكن لو انتي حاسة ان الوسط بتاعك كده هيبقى الاستك واسع، خلاص اعملي تناقص عادي، يعني اعملي مثلا امشي غرزتين في غرزة عمود امامي وغرزتين في غرزة عمود خلفي، يعني امشي تناقص على طول. انا بمشي تناقص غرزة وغرزة، انتي ممكن تعملي تناقص كل الغرز. خلاص فالاستك ده وسعه براحتك جدا. تاني سطر هنعمل ايه؟ هنرتفع بالثلاث سلاسل وهنعتبرهم برضو اول عمود فوق العمود دوت، وهندخل في العمود اهو، العمود اللي تحت العمود الامامي هعمل عمود امامي، والعمود الخلفي هعمل عمود خلفي، وهفضل ماشية بقى كده. وفي اخر السطر هقفل بمنزلقة، وهمشي بعدد سطور لحد ما اوصل لطول السكيرت اللي انا محتاجاها، او طول الكمر اللي انا محتاجاه، طول الاستك اللي انا محتاجاه. خلاص انا هو مش هعمل اي حاجة جديدة، يعني انا مش هعمل اي تناقص تاني. انا بدخل فوق العمود الامامي بعمل عمود امامي، وفوق العمود الخلفي بعمل عمود خلفي اهو. هخلص بقى انا عدد السطور بتاعتي وهرجع لكم تاني. فضلت ماشية كده 6 أسطر من العمود الأمامي والعمود الخلفي. بقى الأستك زي ما انتوا شايفين كده، ده شكله والمطة بتاعته حلوة جدا. أنا هكتفي بهذا القدر فوق على أستك القمر. هرتفع بسلسلة الأول هنا، وهقفل الأستك بتاعي، هقص الخيط كده، وطبعا هسيب جزء كده علشان انضفه تحت السكيرت بتاعتي او الجيبة من جوه، طبعا اكيد مش من على وشها. حسيت بقى ان انا لو عملت كورنيش كده تاني او سطر تاني من غرز الفستون باللون الابيض او الاصفر، هيدي شكل حلو قوي
فقررت ان انا هوصل الخيط تحت وهبدأ اعمل بالخيط الابيض بقى غرز فستون كده. اول حاجة هوصل الخيط فين؟ في المكان اللي نهيت عنده علشان اربط الاتنين ببعض وابدأ انضفهم الاتنين مع بعض. هدخل كده فين؟ بصوا في الغرزة اللي كنت قفلت عندها غرزة الفستون، وهبدأ اسحب كده حلقة من الخيط الابيض. طبعا الخطوة ديت اختيارية يا جماعة، عايزين تعملوها اوكي، مش عايزين تعملوها تمام، دي حرية شخصية. اختيار الالوان ده بيبقى اصله حرية شخصية، يعني بيبقى كل واحد حسب ذوقه. خلاص هعمل حلقة كده وهبدأ اسحبها من الخيط، وهبدأ اعمل سلسلة بطرفين الخيط كده، وبعد كده خلاص هسيب الطرف ده هربطه مع الطرف البنفسجي اللي تحت ده اللي هو كان اخر الخيط، وهنضفهم مع بعض تحت الشغل. انا بس بربطهم كده علشان الخيط ما يروحش مني كده او كده، ويبقى سهل في التنظيف، يبقوا الخيطين مع بعض. خلاص هعمل ايه بقى دلوقتي؟ طبعا ده بينطبق على اي سطر، يعني لو عايزه تزودي 10 سطور فستون هتعملي نفس اللي بقولك عليه. هتطلعي بثلاث سلاسل ارتفاع هنعتبرهم اول عمود، وفي نفس المكان اللي احنا خارجين منه هنعمل 4 عمود بلفه علشان يبقى المجموع 5 عمود. ال4 عمود اللي احنا عملناهم وثلاث سلاسل ارتفاع اهو. هقفل فين غرزة الفستون بتاعتي؟ في العمود رقم 3 من فوق اهو، 1 2 3، العمود اللي في النص من ال5 عمدان بتوعي. هقفل بغرزة منزلقة وهبدأ ألف لفة على الإبرة وأدخل في غرزة المنزلقة اللي بعدها، وهعمل 5 عمود بلفة في غرزة المنزلقة اللي أنا قفلت عندها غرزة الفستون في السطر اللي تحت. 5، وهدخل فين زي ما قلنا؟ 1 2 3 في العمود اللي في النص من ال5 عمدان بتوع الفستون اللي تحت، وهقفل بمنزلقة. هدخل في المنزلقة اللي بعدها وهبدأ اعمل 5 عمود بلفة. غرزة الفستون بقى العادية انا بس حبيت اوريكم لو هتعملوا كذا لون من تحت في الكورنيش هتوصلوا الخيط ازاي، وهتمشوا بقى غرز الفستون فين وهتقفلوها فين. يبقى احنا هنعمل غرزة الفستون في الغرزة المنزلقة وهنقفلها في العمود رقم 3 تحت حرف الفي كله بغرزة منزلقة. بس كده هنبدأ بقى يعني نعمل نفس الغرز اللي احنا بنعملها دي لحد ما يخلص السطر كله. عايزين بقى تدخلوا 50 لون، كل سطر لون اعملوا نفس الخطوات اللي احنا عملناها مع الخيط الابيض مع كل لون لحد ما توصلوا للشكل والطول اللي انتوا محتاجينه للجيب. وهرجع لكم تاني بعد ما اخلص علشان نشوف هنعمل ايه. بعد ما خلصت السكيرت بتاعتي كده من تحت وعملت غرزة الفستون، عملت سطرين منها، سطر باللون الفايلت او اللون اللي هو البتنجاني اللي انا بستخدمه، وكمان اللون الابيض. عملت كده برواز غرزة منزلقة مع سلسلة. عملت غرزة منزلقة وبعد كده سلسلة في الهواء، وبعد كده غرزة منزلقة في اللي جنبها وبعدين سلسلة، وبعدين غرزة منزلقة وبعدين سلسلة. ادى معايا نفس الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. دلوقتي كده احنا خلصنا السكيرت، خلصنا كمان المربع اللي هيتحط هنا على الصدر، ناقص بقى الحمالات اللي هي دي. انا عملت ناحية كده اهي، وهعمل الناحية التانية معاكم علشان نشوف بتتعمل ازاي. هجيب الخيط والإبرة بتاعتي وهبدأ اعمل عقدة البداية، وهعمل 1 2 3 4 5 6 6 سلاسل، وهعمل كمان غرزة رقم 7 دي هتبقى غرزة الارتفاع، هدخل في اللي جنبها على طول اللي هي رقم 6، وهبدأ اعمل في كل سلسلة غرزة حشو. غرزة حشو بدخل في السلسلة بلف لفة على الإبرة وبطلعها من السلسلة، بيبقى معايا حلقتين على الإبرة بلف لفة واطلعها من الحلقتين، وهفضل ماشية في كل سلسلة غرزة حشو. هيبقى معايا 6 غرز حشو. لو لسه مبتدئة عدي غرزك علشان ما تنسيش غرزة او تزودي غرزة عشان يبقوا 6 غرز حشو بالظبط. هطلع سلسلة هلف الشغل الناحية التانية وهدخل في اللي جنبها على طول، ولكن مش تحت حرف الفي كله، لا، في الطرف الخلفي من حرف الفي، وهدخل اعمل غرزة حشو اللي جنبها غرزة حشو في الطرف، كل شغلنا بقى في الطرف الخلفي من حرف الفي. التالتة غرزة حشو،
الرابعة غرزة حشو، الخامسة غرزة حشو في الطرف الخلفي من حرف ال V، والستة غرزة حشو في الطرف الخلفي من حرف ال V. هطلع سلسلة ارتفاع وهقلب الشغل بتاعي وهدخل في اللي جنبها على طول، وهدخل في الطرف الخلفي من حرف ال V وهعمل في كل غرزة غرزة حشو. هفضل في كل سطر بقى اعمل الست غرز حشو في الطرف الخلفي من حرف ال V، وهرتفع في اول السطر بسلسلة ارتفاع اللي هي ارتفاع غرزة الحشو، وهقلب كده الشغل وهكرر نفس اللي بعمله عدد من السطور لحد ما توصلي لطول الحمالة اللي انت عاوزاها، ودي طبعا بتختلف من شخص للتاني. هفضل ماشية بعدد من السطور لحد ما اوصل للطول ده. انا عملت واحدة اهو، ده هيبقى شكله في الاخر. هخلصه وهرجع لكم علشان نشوف هنثبت بقى القطع كلها في بعضها ازاي. دلوقتي انا وصلت خلاص للطول اللي انا محتاجاه. انا عملت تقريبا 22 خط، 22 خط يعني طبعا دي كده يعني سطرين. تمام. كل خط بيبقى عبارة عن سطرين. انا عملت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 في 2 يعني عملت 44 سطر اهو، لان كل خط بارز من دول بيبقى عبارة عن سطرين. كده انا وصلت للطول اللي انا محتاجاه، ومش فاضل قدامي دلوقتي غير ان انا اشبك الحمالات واشبك المربع بتاعي كمان في الصدر. هبدأ احدد كده الوش بتاع الجيب بتاعتي، وعلشان اشبك فيه خلاص المربع اللي هيبقى على الصدر. المربع هيبقى اهو، المربع هيبقى على وشه الناحية المقابلة ليا بره، ووش السكيرت الامامي اهو قدامي. تمام. اخد بالي ما شبكش فيه الخلفي، وبعد كده اجي اقلب الاقي المربع بتاعي اتقلب. لا، هو بيتشبك في الجزء الامامي وانا هشبك على الوش. فهبدأ اجيب القطعة كده المربعة اللي انا عملتها، مربع الجيراني اللي انا عملته اهو، وهجيبه على الجيب بتاعتي من قدام اهي، وهبدأ اشبك بغرز حشو من على الوش. يعني مش هشبك على الظهر، انا عايزة شكل الغرزة اللي هشبك بيها يبقى بره. هعمل ايه؟ هجيب الخيط بتاعي وهاجي كده هدخل هنا، ادي الغرزة اللي هبدأ من عندها. تمام. حددي انت الغرزة اللي هتبدأي من عندها عادي براحتك، ولكن انا هشتغل على الطرف ده من حرف ال V اللي هو الطرف الخلفي من حرف ال V في الجيبة بتاعتي، مع الطرف الامامي من حرف ال V في المربع، اللي هما الطرفين القريبين من بعض. لما نجيب المربع على الجيب كده هيبقى هنا في حرف V والمقابل ليه هنا حرف V. انا هشتغل على الطرفين القريبين من بعض اللي هما لجوه. كل شغلي هيبقى هنا ما عدا الفراغ انا هشتغله في الفراغ عادي. تمام. يبقى انا هبدأ من هنا اهو في الطرف اللي هو الخلفي من حرف ال V، وهدخل تحت الفراغ وهبدأ اجيب الخيط بتاعي كده وهسحبه، وهبدأ اعمل سلسلة بالطرفين، وهسيب الطرف ده علشان انضفه واشتغل عليه. ودلوقتي هفضل ماشية بقى في كل غرزتين مقابلين لبعض هعمل فيهم غرزة حشو في الطرفين القريبين من بعض اللي هما اللي لجوه. ادي الطرف اللي لجوه هنا مع الطرف اللي لجوه هنا، وهدخل كده وهعمل غرزة حشو. ادي الطرف اللي جوه مع الطرف اللي جوه مقابل ليه، وهعمل غرزة حشو. وهفضل ماشية بقى كده كل طرفين قريبين من بعض من حرف ال V المقابلين لبعض هعمل فيهم غرزة حشو لحد ما اوصل للزاوية التانية او الفراغ الاول فراغ هيقابلني. هرجع لكم تاني علشان نشوف ايه الخطوة اللي جاية.
وصلت معاكم بقى لاخر غرزة اهي اللي هي الزاوية. هدخل تحت حرف الفي كله بقى، علشان لو خدت الطرف ده بس كده مع الفراغ هيعمل، بصوا شكل، هيعمل فراغ كده يبقى شكله مش لطيف. فانا هدخل تحت الغرزة كلها تحت حرف الفي كله، وهدخل تحت الفراغ وهبدأ اعمل غرزة حشو. هطلع بسلسلة وهقطع الخيط هنا وهعمل حساب التنظيف. يعني هسيب جزء صغير كده من الخيط علشان انضفه بإبرة التنظيف طبعا من على ظهر الشغل مش من على الوش. تمام. ده كده شكل الخياطة بتاعتي. بصوا شكلها حلو قوي، عاملة بروز كده على الصدر. بيدي شكل جميل. الغرز الحقيقة غرزة الحشو في الطرفين القريبين، دي طريقة تشبيك أنا بفضلها جدا لأنها بتعمل بروز كده من على الوش، بيبقى شكله حلو قوي. دلوقتي خلاص هنبدأ نركب في الحمالات بتاعتنا. بعد ما شبكنا كده المربع اللي هو هيبقى الصدر في السكيرت او في الجيب، احنا هنقلب بقى الشغل بتاعنا كده لورا. عايزين القطعة اللي ورا، لان الحمالات احنا مش هنشبكها هنا، لان دي هتبقى القطعة اللي فيها الزرار، وهتبقى الحمالة متحركة في الجزئية دي، يعني بتطول وبتقصر. فاحنا هنشبكها هنا اللي هو في السكيرت بتاعتي من ورا، علشان تقفل. هي هتيجي كروس من هنا وهتقفل على الصدر من قدام. دلوقتي ايه الخطوة اللي هنعملها؟ دلوقتي هنعد كده من هنا. بصوا من اول غرزة شبكنا فيها هنعد 1 2 3 4 5 6 7 8، وهنبدأ نحط الغرزة او 7 زي ما انت عايزة. يعني عدي مجموعة عدد من السلاسل من الناحية دي يكون نفس عدد السلاسل اللي هتسيبيه من الناحية دي، علشان تبقى الحمالات مظبوطة في الظهر. حاولي تعدي جزء من السلاسل تتخطي بيه الجزئية دي، علشان لما الاستك يتفرد كده تبقى برضو الحمالات ورا في الظهر. فانا مثلا هسكب 9 أو 10 غرز. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هبدأ اشبك من الغرزة التاسعة. هجيب كده الحمالة بتاعتي اهي، هتبقى بداية الغرز بتاعتي او بداية الخياطة للحمالة من الغرزة رقم 9 اهو. وهتبقى كروس طبعا، هتيجي الناحية دي كده. وهجيب الحمالة التانية وهعد نفس ال8 غرز هنا، وفي الغرزة التاسعة هبدأ أشبك الحمالة التانية بتاعتي، وهمشيها برضو كروس على قدام. تعالوا نشوف ازاي انا هشبك حمالة واحدة معاكم اهي. بنفس الطريقة اللي شبكنا بيها المربع. هدخل اول غرزة بس هدخلها تحت حرف الفي كله، وهدخل في اول غرزة مقابلة ليها من الناحية دي. هسحب الخيط وهعمل سلسلة عشان اقفل الغرزة. هسيب خلاص طرف الخيط ده هنضفه في الاخر، وهدخل في الطرفين القريبين برضو من حرف الفي، وهبدأ اعمل في كل غرزتين قصاد بعض غرزة حشو. واخر غرزة هدخل فيها تحت الغرزة كلها على بعضها، وهعمل غرزة حشو. هطلع بسلسلة وهقطع الخيط هنا، وده هيبقى شكل الحمالة. هتدي نفس شكل الحمالة بالظبط اللي هي شكل الاستيك اهي. دي الخياطة طبعا. الجزئية دي هنضفها انا بإبرة التنظيف. بنفس الطريقة هشبك الحمالة التانية، وهسيب نفس عدد الغرز من هنا، وهشبكها الناحية التانية وهرجع لكم تاني. انا كده خلاص خلصت ونضفت كمان كل الخيوط اللي عندي. كده اهم الحمالتين هيبقوا من طرف متثبتين من على الظهر، ومن الطرف التاني الحمالات حرة. يعني هنركب الزرار بتاعنا في الحمالة في اي مكان بقى فيها حسب الطول اللي احنا عاوزينه بالظبط. انا مطولاها الحقيقة علشان يعني بحس البنات في السن ده بيكبروا بسرعة. هي معمولة لطفل عمر سنة. فوانس ان انتي هتزودي يعني كام دور كده من تحت، خلاص هي هتطول معاكي لانك هتغيري مكان الزرار وخلاص. فانا كده شايفاها هتبقى عملية اكتر. طبعا زي ما قلتلك ليكي حرية طبعا ان انتي يعني
ساعة اللبس تلبسيها كده عادي حمالات عادية، او تلبسيها كروس، تجيبي الطرف دوت الناحية دي والطرف ده الناحية دي. وفي كل الحالات احنا هنزرر الزرار هنا وخلاص. يعني انا هركب الزرار في الحمالة في المكان اللي انا عاوزاه، وهنا هتبقى العروة بتاعته. يا ريت الزرار يبقى طبعا كبير شوية علشان يتماشى مع الفراغ اللي في مربع الجراني اللي احنا عاملينه اهو. وهيبقى طبعا بنفس اللون الابيض او الاصفر، شوفي انت عاوزة تعمليه باي لون واعمليه، مفيش فيها اي مشكلة. احنا كده خلاص خلصنا موديل النهاردة، وده هيبقى الشكل النهائي ليه. موديل خفيف وسهل وبسيط، مفهوش اي حاجة، مفهوش اي كلكعة، تقدري تعمليه حتى لو انت لسه مبتدئة في الكروشيه. مجرد ما تعملي مربع الجراني او الجراني سكوير، وهتفضلي ماشية بقى في الجيب كمان بغرزة الجراني، هي نفس غرزة المربع بالظبط. يعني جيب بسيط جدا، وعملنا منه طقم الحقيقة شكله حلو قوي. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وأتمنى أكون موفقة فيه ويكون الشرح واضح وبسيط وسهل. لو في أي استفسار طبعا اكتبولي في الكومنتس هرد عليكم. وياريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى اللايك الجميل وكمان كومنت، ونعمل شير علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس، وأكبر عدد من الناس يستفيدوا منه. كمان لو لسه ما اشتركناش في القناة ياريت نشترك في القناة بسرعة ونفعل الجرس على الكل علشان يوصلنا إشعارات بكل فيديوهات تريندي كروشيه اللي جاي. أشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير وموديلات تانية كتير تريندي مع تريندي كروشيه. باي باي.